السادة المشاهدين، تحية طيبة وسلام خاص خالص، ونحن في ثاني أيام رمضان الشهر العظيم. صمنا برؤية الهلال، وإن شاء الله الهلال يسطع دائما وصيام مقبول لجميع الأحباب. الناس الموجودين في البث الرجاء التعليق أو المشاركة لمعرفة وضوح الصوت ووضوح الصورة. والليلة عندنا الكثير جدا جدا من المواضيع المهمة، وإن شاء الله حنتطرق لها تباعا، ورسائل توعوية لجمهور الهلال العظيم، الجمهور الواعي اللي بيشاركنا البث. فالرجاء لجماعة اللي حاضرين البث، بالله الرجاء التعليق إذا كان الصوت واضح بالنسبة لكم. في انتظار التعليق من أي واحد من الأعضاء حتى نبدأ في البث حقنا اليوم إن شاء الله. طيب، في انتظار أي تعليق من واحد من الأعضاء بوضوح الصوت. الناس اللي موجودة تمام. مصعب عابدين بلال، شكرا القطب الهلالي الجميل. مصعب عابدين بتشرفنا إن شاء الله، وكل سنة وانتم طيبين. طيب، أنا يعني هتكلم عن 3 مواضيع مهمة جدا جدا، الناس تخلي بالها معاي وتركز في الحتة. أول حاجة نتناول إعلام المدلل، وكالعادة يا سادة لا جديد، استهداف، حرب نفسية، لكن نحن صاحين وحنضحط كل أكاذيب وافتراء واستهبال إعلام المدلل ونكسر لهم في راسهم. يعني أنا أديكم حاجة لطيفة جدا جدا. من الأمس شوبير بعد بيان الهلال هو وميدو ابتدوا يجروا واطي شوية شوية. الكرة آمنة، ودي كرة قدم ومجرد كرة قدم، والناس تلتفت لكرة القدم وبتاعنا. عايزين يعيدوا نفس الصياغة اللي حصلت في الماضي، لكن المرة دي نحن واضحين جدا، وطريقنا واضح، وفريقنا ده لازم يتأهل بأي شكل من الأشكال. نلعب معاكم كرة قدم، نأطر لعلاقات متينة تقوم على الند بالند، لا للاستفزاز. طيب، ايه اللي حاصل؟ واحد برضو من اخواننا المصريين اللي انا متواصل معاه وصديق عزيز جدا جدا، فبيرسل لي دائما يعني ما يدور في الميديا المدلل. ما بقول الميديا بتاعت الاعلام، وانا بتكلم الان جايكم بزي السوداني لانه اعتز بسودانيتي، ونحن بنحب السودان ده، والهلال ان شاء الله لابس لكم ابيض ونازلين لكم كلهم بالعمه دي، لانه دي بنفتخر بها نحن. طيب، المدلل يا جماعه من الاخر بيلعب على الجانب النفسي بصوره كبيره جدا جدا، وده دليل خاص يا جماعه يا هلالات، اسعدوا انتم انه هلالكم ده كبير. المنتخب بتاع مصر لعب، لم يشهد اللقاء وجود 50,000. تمام. التذاكر بتاعة الهلال اللي هي 50,000 صدقوا للهلال ب100 تذكرة فقط، مخالفين طبعا كل القوانين الدولية من الصادرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، واللي بتجيز للهلال انه يتحصل على 5%، مما يعني وجود 2,500 مع التأمين الكامل، وده حق من حقوقنا ولا تنازل عنه ابدا. الهلال يمشي القاهرة، ومجلس الهلال يطالب بوجود النسبة القانونية عن طريق الكاف، وإذا الكاف ده أساسا هو الرضيع بتاعه ده، لا المدلل ده ما رضيع، ولا تتوقعوا شيئا من الكاف بخصوص التذاكر وغيره وغيره. الهلال يلجأ للكاف ومن ثم للاتحاد الدولي لكرة القدم لتطبيق القانون، ما عايزين أكتر من كده، حقنا كامل وما بنجامل. طيب، 100 تذكرة للهلال بدون خجل. 100 تذكرة دي نحن قاعدين نديها لأعضاء الأهلي والموظفين الموجودين فيه والبعثة المرافقة، لكن وين حق الجمهور؟ وين حق الجالية السودانية الموجودة في مصر؟ وين الأولتراس الجايكم بطائرة خاصة يا ناس المدلل؟ جايينكم في عقر داركم. وعندنا الآن يعني أنا ما أعلم الآن إنه طلب التأشيرات لزيارة مصر لرؤية المباراة دي ازداد زيادة كثيرة جدا جدا. في أعضاء كتار وفي مفاجآت، لأنه الطائرة إن شاء الله الهلال يمشي بطائرة خاصة. نحن ذاته عايزين نجيهم كده بس الرب ونقعد ونلعب كورتنا ونمشي. طيب، حرب نفسية نكسر لهم، طالبوا 100 تذكرة.
100 تذكرة بدون خيل، ومبارح واحد منهم طالع من الإعلام الرسمي بتاعهم، دي ال 100 تذكرة كافية، كافية للناس، للزول، كافية للزول. الزول إن شاء الله يوريك الشغل، وجيناك نحن لابسين الزي بتاع الزول ده لأنه بنفتخر به، وأنت زيك شنو؟ ما تخلونا نتكلم في حاجات تطلعنا من طورنا، لأنه نحن ما بنرضى بمس الهلال ده. الهلال ده عنده شعار معروف: الله الوطن الهلال، الله الوطن الهلال. فأي حاجة بتمس الهلال ده بتمس قبل وطننا ده. فلذلك نحن عايزين علاقات ما بين الدول، إنها ما بين مصر والسودان علاقة تقوم على الندية. علاقتنا في كرة القدم ندية. إذا كان الأهلي تاريخ، الهلال تاريخ ونشأة، الهلال قيمة. والهلال ده سمي بالهلال، ما سمي عبس يجيب لي فريق واحد في العالم كله سمى قبل الهلال ده عشان تعرف الهلال كيف. نحن قلنا زمان كنا بنعاملكم بالمسكنة وبالطيبة وبالتربيت وبعلاقات، وكنا عايزين نحافظ على العلاقات لأنها كانت مجرد كرة قدم، وما زلنا نعضد ونطالب بكرة قدم حقيقية وعلاقات متينة تقوم على الأخوة، ما بالنظرة الاستعلائية والنزغة الفوقية اللي انت بتنظر بها. لكن واضح جدا انه الهلال هذا العام سبب لهم رعب غير طبيعي. يا اخوانا اقول لكم حاجة، من المسمار بتاع ليليبو اللي موجود في السودان لما حصل لحد يوم الليلة لم تقف آلاتهم الحاسبة ولم يقف استهدافهم للهلال. استخدموا كل الوسائل بضرورة خوض حرب نفسية لكسب هذه المباراة خارج الملعب، لأنهم مدركين تماما من الرعب اللي أصاب أهل المدلل إنه داخل الملعب ما بيلعبوا كورة معانا. لكن أطمنكم إنه أولادنا في تركيز وفي ثبات انفعالي عالي جدا جدا، ووصل بهم الغبن ووصل بهم مرحلة كبيرة جدا. امبارح عجبني تصريح يعني رهيب جدا للاعب الصيني، وأسأل الله إنه إن شاء الله الصيني ده يشارك. فقال ما حصل في مدرمان ده ما غضاه وغدر، لكن احنا بنجيب التأهل من مصر نفسها. وما أحلى إنك أنت يا جمهور يا هلال يا عظيم إنه فريقك ده يتأهل من القاهرة ونجي نعيد. نحن أساسا هلالنا ده في المناسبات بنصوم وبنفطر لرؤيته وغيره وغيره وغيره. هلال كبير. قال 100 تذكرة بدون خيل، 100 تذكرة على البعثة الهلالية. نحن المجلس ده عنده شغل براوي يقوم به هناك، نحن علينا نوصي وعلينا نتكلم. المجلس يطالب بالنسبة القانونية، يرفع الأمر للكاف، حتى لو إنه رضيع نحن ذاته مدلل ذاته كتير عليه، رضيع الكاف ده تماما اللي لم يفطم حتى الآن أي حاجة مسخرة. لقدموا المباراة يوم واحد عشان خاطروا اللاعبين مباراة مع المنتخب، مع إنه نجومنا نحن أكثر من 11 لاعب مع المنتخب الوطني والمنتخبات المختلفة إن كان من محترفين أو لاعبين وطنيين، وما تكلمنا. وديل حيوصلوا القاهرة إن شاء الله يوم 29 والبعثة تصل يوم 28. قدموا لهم المباراة الكاف بدون أدنى أي حاجة، منحهم كامل العدد مع إنه الهلال مظلوم منذ أول مباراة لحد تاريخ اليوم. هو بيلعب بدون جمهور. تخيلوا إنه في مباراة سان داونز يحددوا لنا 30 شخص، 30 فرد شامل الإعلاميين وكل حاجة. يعني أي استهداف أكتر من كده، أي استهداف. الهلال ممكن يلعب في الليل، يلعب في الصباح، يلعب في النهار. وأساسا نحن نطمنكم يا أهل المدلل، لعبنا في الليل أحسن حاجة، وأولادنا ديل في الصيام ذاته حاجة تانية، قصة تانية، لأنه دي ذات عبادة. طيب الناس أنا لسه بتكلم في موضوع التذاكر وبتكلم في النسبة القانونية. كمان في موضوع آخر مهم جدا جدا الناس لازم تفطن له. طبعا في مباراة كان طرفها بلوزداد اللي هو الجزائري، افتكر مع الزمالك المصري. بلوزداد معروف غير الملعب وكان في اعمال رئيسيه وبالملعب لتجهيزه وكده، فبالتالي الزمالك ذاته وصل متاخر وحرم من اداء التدريب الرئيسي. اليوم اصدر الاهلي ويتنادوا في قنوات واصدر قرار بحرمان الهلال من اداء التدريب الرئيسي. تخيلوا حرمان الهلال من اداء التدريب الرئيسي في القاهره. اي استهداف اكتر من كده؟ في استهداف اكتر من كده. لكن شوف، على الهلال وعلى مجلس الهلال ديل شغل لحاله. خلي اتحادنا ده بعيد يا عماد ابو صابر. اساسا الاتحاد ده نحن رامين طوبته، نحن اتحادنا، لانه اساسا في السودان مفترض ذاته الكاف ده نحن نسعى لتغيير مغر الكاف دي واحد، نسعى لوجود سودانيين موجودين داخل الكاف.
دي واحد طيبتنا ومسكنتنا دي ضيعتنا، لكن المرة دي نحن فطنين جدا جدا للأهل ده، فاطنين. يعني أنا بتكلم غيروا التوقيت بتاع المباراة، منحوا الهلال عدد 100 تذكرة وتحدي واضح، والكاف طبعا بيديهم حرمان الهلال من التدريب الرئيسي داخل الملعب. دي مباراة أساسا ولا أنتوا دارين تخوضوها حرب ولا قصدكم شنو يعني؟ يعني القصد شنو في النهاية؟ أول حاجة تغيير توقيت، تذاكر سفر 100 تذكرة، بس يدوها للبعثة الهلالية. كل القوانين دي بكل قوانين العالم المنظمة لكرة القدم هم بيرتقوا في مخالفات. الهلال المرتكب مخالفات ولا فتح فيهم المراحيض في ملعب واستاد الجوهرة الزرقاء اللي هو مقبرة الخصوم، تمام، واللي افتروا وقدموا شكوى لحرمان الهلال ب4 مباريات، ما فتح فيكم مراحيض. وانا شخصيا والله العظيم بس لولا الخجل اقول ليته لو فعلها حقيقة، بقول كده بكل صراحة، لانه الهلال ما بيعملها، ودي ما عمايل السودانيين، دي ما عمايلنا نحن. نفتح مرحاض وين؟ في الحمامات دي تبعد عن غرف اللاعبين ديل وين؟ الشناوي ده معتدى على الطبيب حقنا، وين الاستنكار؟ وين كبرياء الاهلي وقيمه اللي انتم بتتكلموا عنها يا اهل المدلل؟ ده كلكم خليه، ونحن الان معاكم مباراه ند بند، وفرصنا اكبر منكم وغصبا عنكم، فرصنا نتعادل، فرصنا نتهازم بفارق هدف، وقادرين اننا نسجل في القاهره، لانه مستر فلوران ده نحن ربنا حبانا بمدرب على الهلال ان يشكر، نحن نشكر الله كويس انه حبانا بمدرب زي ده، تمام. وهو المدرب ده بدوا يستهدفوا فيه، بل بدوا يدخلوا حتى للاعبين بتاعنا يتكلموا عنهم وكده. طيب تذاكر، ناخذ تذاكر 2500 تذكرة مع مطالبة بمدرج كامل وارتداء الأزرق وتأمين كل المشجعين وكل الجمهور اللي حاضر من الجالية والمرافق لبعثة الهلال الظافرة إنه يكون موجود في الملعب ومفصول بالأمن من ال50. ده طبعا يا جماعة داخلين 25,000 من أفراد الأمن المصري لحراسة جمهور الأهلي المتهور، يكون مفصولين. نحن طلباتنا كده، ما دارين 2 3، جمهورنا 2,500 تذكرة، مدرج كامل، يرتدوا الأزرق، تأمين جمهور الهلال من الدخول لحد الخروج ووصول كل واحد. شوف لو واحد قال كلمة واحدة بس، كلمة واحدة في واحد من جماهير الهلال، ولا تكلم عن السودان بكلمة، على طول الكرة توقف، حصل ما في لعب. أنا ما بملك كلمة، لكن بوصي لاعبي الهلال وبوصي مجلس الهلال، بنوصل رسالتنا إن شاء الله تنفعهم. أول حاجة الداخل المباراة أي لافتة عنصرية، أي إساءة، من نزلنا في المطار لو واحد شفت بس غضب بحجر نحن بنصور، وطوال الكاف نوريكم الشكاوي دي بالناس بتشتكي كيف. نحن بنشتكي حقيقة، لكن انتوا بتشتكوا يفترى. نحن نشتكي حقيقة، لكن انتوا بتشتكوا يفترى، تمام. خلينا نحن ما قدرنا نحسمها في ملعبنا، ولا موضوع مهم للأهلي ولا غيره. نحن حنحسم الأهلي إن شاء الله في القاهرة، لأنه الهلال ذاته بيحب التحديات. بالمناسبة نحن مع التحديات دي بنمشي لقدام. الهلال امبارح لعب مباراة وحضروا جهز لاعبينه، وفلوران بيرسم خطة، وهي كلها باقي أيام لنا نحن 24 افتكر. عملية يا جماعة بنستحمل، عملية بتاعت 7 يوم، كلها أسبوع بس، أسبوع والجعجعة والاستعلاء والكلام الفاضي ده كله بينتهي إن شاء الله. هي كرة قدم، نحن كهلال تمام، وككرة قدم سودانية نتقبل أي شيء. أغمارنا يكفي الآن، أقمار الهلال إنهم أصبحوا في كل يوم في سيرة الإعلام، إعلام المدلل، غصبا عنهم بيتكلموا عن الهلال. والهلال الآن أجبرهم كلهم يحشدوا هذه الحشود، مصر كلها ضدهم. فده شيء طيب جدا. هلالكم ده كبير، احنا صيغتنا كبيرة وما دار 2 3 في كل اللعيبة بتاعنا، بس بنطالب بمجلسنا اللي هو قام بخطوات، وأنا أعتقد إنها خطوات يجب الإشادة بها. مجلس الهلال طالب ورفع الأمر للكاف عبر بيان، تعرفين البيان اللي طلعوا الهلال ده خلى كل من هب ودب بيتكلم عنه،
شغالين بيان الهلال ده ملوش داعي، دي مصر آمنة، البيان ده طيب انت لما بتشتكي نحن قاعدين نجلب زيك ونتكلم ونقول المدلل ما كان يشتكي؟ لا بنشتكي والله، نشتكي وتاني نشتكي وتاني نشتكي إلى آخر يوم، لحد ما تنتهي المباراة، لحد ما يوصل أولادنا معززين مكرمين منتصرين. عرفت كيف؟ ونستقبلهم في مطار الخرطوم إن شاء الله، المطار اللي وصفته بالسخانة والمنطقة اللي وصفته، تقول هم جايين من الاسكيمو، جاي من الاسكيمو الغواصة بتاع صن داونز ذاك اللي كشفوا اخونا احمد الريع، ده السودان حر حر يعني حر، انت جاي من الاسكيمو ولا جاي من وين؟ احنا نعرف، نحن بنلعب في الشمس ودوري الشمس، وبنلعب بالليل وبالنهار وفي كل وقت، وجاهزين مويه ونور، والساعة 9 دي اولادنا نكون فطروا وروقوا وابتلت العروق، وان شاء الله نبل لكم والبل. اسال الله انه الهلال يتوفق ويطلع بنتيجة إيجابية، لأنه نتيجة الهلال يجب أن تصل للاعبين ديل، إنه هذه المباراة زي ما الأهلي متخذة كبرياء له المدلل، إنها كبيرة بالنسبة له، نحن كمان نتخذها إنه كبرياء لنا نحن كهلال. شوف إلى لعيبة الهلال ورسالة واضحة جدا جدا، ثبات، تركيز، لعب برجولة. أي واحد يتعدى عليكم من الجماهير لفظيا أو كده، وقفوا المباراة، وقفوا في النص، يصل الموضوع للمراقب، يصل للحكم، عوجة واحدة بيجيكم ما في. لا بد انه نستفيد من الحتة دي. نحن امس انا تكلمت في الكلام ده، نعالج بنفس الداء الخطير اللي عملهم. السودان ما يحتاج انه يسفر اي شخص، لانه الجالية اللي موجودة في مصر كبيرة جدا جدا. وبعدين هي القصة دي ماكورة، هم لو كان من الاول جو وقبلوا بالهدف بتاع الهاليبو ده، طبعا جمهور الزمالك بيقول لهاليبو، قبلوا بالهدف ده ومشوا زي ما استقبلوا الهلال، صارت كبار الزوار وعلى مستوى السفارة استقبلوا احسن استقبال، وبعد كده تعدوا علينا وعملوا لنا شكوى بتاعت افتراء تسببت في حرمان جمهور الهلال ل4 مباريات اخرى، واساسا هو معاقب لانه الاهلي لما كان جاي السودان عاقب الهلال. يا اخوان انا بقول لكم انه هو رضيع للكاف، الكاف ما عايز يفطموا لحد الان، مع انه كل الفرق الافريقيه تطورت، وان احنا ان شاء الله بعد المباراه دي يكون فطيم الكاف، نفطم قاعدين كده من الضرع اللي انت بتحلف فيه والكاف ده عشان تتحصل على بطولات وغيره. طيب ال100 تذكره دي يا عبد الرحمن عمر ما من حقهم، 100 تذكره دي للوفد بتاع المجلس ومجانا نجيبها اليوم الاهلي، ناخذها كده ال100 تذكره دي يدخل بها الوفد بتاع مجلسنا اللي ماشي كله. لكن 2500 تذكرة دي يجب أن ينال جمهور الهلال حق وحقيقة. جالية سودانية كبيرة موجودة هناك، بعثة ماشية، تأشيرات الآن تتوافد على السفارة المصرية في السودان عشان يمشوا للمباراة دي. كمية كبيرة جدا بالمناسبة من الهلالات، وعندنا كمية كبيرة من الجالية السودانية هناك، كله حيلبس أزرق وأبيض في ملعب القاهرة. ما هي بلدنا، قلت البلد واحدة وهو وادي النيل وبتاع نحن واحد، نمشي نلعب معاكم كورة عديل، لكن ادونا حقنا. أول حاجة 100 تذكرة غير مقبولة، وعلى مجلس الهلال رفع الأمر للكاف، حتى لو هو منحاز لرضيع الكاف ومدلله، طفل الكاف ومدلله، برضو نحن نرفعها للاتحاد الدولي لكرة القدم لنجد الإنصاف. الإنصاف يقول كلامه قانون معروف، وفقرة ثالثة في القانون الدولي لكرة القدم، البلد الفريق اللي بيجيها زاير له حق 5% من الجمهور اللي بيدخل. دخلتوا 50 عندنا 5%، 2500. واخوانا والله اقول لك حاجه، 2500 دي من السودانيين اللي موجودين في القاهره حتكون كافيه انه يكون عندهم مدرج كامل. نحن نسميه المدرج الجنوبي ده حقنا، نحن كده حقنا بالحق، ما داري 2 3 ناخذ 2500 وكلهم يلبسوا ازرق، كلهم يلبسوا ازرق وقاعدين ان شاء الله ويعازفوا. اولادنا ده ذاته لما نشوفوا جماعتنا ده الموجودين واللون الازرق والهتافات العاليه، عاش الهلال عاش البطل، هم ذاتهم بيرتعبوا. وبعدين انا باكد دائما انه مجلس الهلال عنده عمل منوط به، ولحد الان قام بدوره كامل ومكمل من تجهيز الاقمار ومن كل شيء. طيب مجلس الهلال الان شوف اي حاجه قالوا لكل فعل رد فعل، قلتوا 100 تذكره طوالي ما تتكلموا معاهم ذاته كلام كثير،
هم طبعا الكلام ده لا 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 اللوكلوك ده شغالين بيه طوالي في قنواتهم وفي الميديا وفي البتاع، ما تشتغلوا بهم ولا تجيبوا حقهم. الهلال يطالب عبر قانون رسمي، قانون رسمي. ما عندنا اثنين ثلاثة، ما عندنا اثنين ثلاثة، حقنا أصل ما دايرين اثنين ثلاثة. الناس الآن تمام. أنا بس كان في واحد بيتكلم هنا فحبيت إنه أنبهه بخطوة. طيب الهلال ياخذ حقه في تذاكره، ياخذ حقه في حضور التدريب الرئيسي في ملعب القاهرة، لا تنازل. تتنازلوا ليه؟ حق من حقوقنا، كفلوا لنا القانون بتاع كرة القدم. ما فيش حاجة قال ملعب القاهرة مشغول بمباراة الزمالك فريق العريق والمريخ، قالوا مشغول بنفس المباراة، مما لا يمكن الهلال من أداء التدريب الرئيسي. يا أخوي نتدرب إن شاء الله، نتدرب قبلها بيوم، ده ما بتمنعنا أنت، ولا بيمنعنا الكاف ولا بيمنعنا الاتحاد الأفريقي. لو المباراة شفت الساعة 8 نحن نلعب إن شاء الله الصباح، أنت مالك وما نتمرن في أي وقت. بلاش كلام فاضي وبلاش أنفة وبلاش استفزاز لجمهور الهلال، لأنه الهلال ده أسد، واستفزاز الأسد ده لو زأر بيوريه كله كويس إن شاء الله. أنا يعني أحاول أستعرض شوية من الرسائل دي، بس أهم حاجة ما جاء في البث بتاع اليوم. أنا كنت أتكلم عن موضوع التذاكر، والتذاكر ده ما من حقهم يا جماعة، ما تسمعوا كلامية وغيره، مجلسنا يشوف شغله. دي واحد. اثنين، حرمان الهلال من التدريب الرئيسي، ولا بتقدر انت ولا بيقدر كافك كويس اللي هو الرضيع بتاعه يا مدلل، ما بيقدر. والابواغ اللي بتنادي الان بانه 100 تذكره دي 100 تذكره دي، بلوها واشربوا مويه. نحن حندخل ويدخل الجمهور الهلالي معزز، والمطالبه هي طالبوا بمدرج كامل، ده حق من حقوقكم، حق من حقوق الهلال انه يطالب بمدرج كامل يضمن فيه 2,500 مشجع هلالي من دخولنا الملعب لحد خروجهم مع التأمين الكامل. هم مفتكرين ان المباراة دي يعني لما تكون في أرض الخصم بيكون الموضوع كده بس ماشي. نحن نستفيد من أي حاجة، من أصغر حاجة حنستفيد، لأنه والله صراحة هم اللي عملوه نحن نعمل أكتر منه كمان، وبالحق وبالقانون. ما في حاجة اسمها 100 تذكرة. 100 تذكرة دي إيش؟ انت بتلعب على القانون ولا خلاص معتمد على الكاف ده؟ لبتين هو الكاف ده يدي فيك في الحليب واللبن ده لمتى؟ إلى متى؟ خلاص تتفطموا، حان الآن وقت الفطام، والهلال ده هو اللي بيفطمكم تمام. مدلل مدلل مدلل. طبعا الكلمة دي يا جماعة بتعمل لهم مشاكل كثيرة جدا جدا. ما بيرضوا كلمة مدلل. انت مدلل، عمايلك مدلل، اخروا لك كورة مدلل تمام. مع تدي الهلال 100 تذكرة مدلل. طيب التدليل ده كيف يعاقبوا لك الهلال؟ مدلل. حارسك يعتدي على الطبيب بتاع الهلال وما يعاقبوه؟ مدلل. 2,500 تذكرة شفتوا، ولا تنقص ولا تذكرة، مع مراقبة البوابات. أي نسبة تدخل أكتر من كده طوالي خطاباتنا جاهزة. الكاف بتاعك ده ذاته ما لقينا عنده الإنصاف نحن نعمله الرسالتين يا جماعة، لأنه الكاف ده أساسا موضوع منتهي مبلول. طيب ارجع واقول موضوع التحكيم. حكم موريتاني مواليد سنة 92، يمكن في لعيبة ذاتهم داخل الملعب أكبر منه. في الأهلي ما في الهلال. الهلال ده كلهم أولاد شباب صغار في المدلل، ناس الشناوي بتاع ده أكبر منه، لكن نحن عندنا أولاد صغار شباب زي الورد. وإن شاء الله ينتصر الهلال بانتصار بأقدام هؤلاء الشباب. ما عندنا الأعمار اللي أكبر من الحكم دي، انتوا اللي عندكم واحد بيلعب. نحن الآن الهلال أنا بأمل خير يا جماعة، بأمل خير كتير جدا جدا في فلوران راجل ذكي جدا جدا، وإن شاء الله ما يخزلنا. وكمان أتمنى إنه مشاركة أكبر عددية من المحترفين. الهلال ممكن يلعب ب11 مع وجود اللاعبين الوطنيين المؤثرين. يعني نحن عندنا مليون تشكيلة، هم ذاتهم ما يعرفوا الهلال ده وين. نحن نشتغل بياد معلول ده بنثبته، الهلال بس يجيب جون وده بالراحة بيجي. ناس عايزين يهاجموك، هم المحتاجين. نلعب كورتنا بالراحة عادي، نحن نلعب كورتنا عادي، أمورنا بتمشي لقدام. عموما الحاجة اللي عايز أقول الآن إنه الهلال دي هلال كبير، أوكي؟ هلال ما يحتاج لأي 2-3 من الهتافات. بس خلونا أنا أشوف الراجل ده
عندي هنا واحد، فأتمنى إنه اسمه بذات اكتفيت ولا حاجة. المهم هو بيوجه في إساءات. يا جماعة أنا أمس تكلمت إنه الهلال ده كبير، ودائما الكبير بيترفع. خلوا الناس الموجودين هنا خلوهم ينبذوا، خليهم يسيوا، لأنه طبعا نحن لا نسيء. يعني واحد اسمه بذات اكتفيت ولا ايش ما ادري، فشغال ينبذوا بتاع، مع انه والله يا اخي انا عايز استعرض، ما بلتفت للصغائر دي. لكن خليني ابدا بالرسائل موجوده من عبد الرحمن عمر. قال المجلس لازم يخاطب الكاف ونشيل حقنا بالقانون. حقنا بالقانون وبكل حاجه كده، لازم نحن نشيل حقنا. متبعين معاهم، كل ما قاعدين نتعدى على احد. السودانيين ما بيتعدوا على احد. انت جيتنا، انت اللي تعديت علينا 100 تذكره، كيف نحن عايزين 2,500 تذكره؟ شفت لو صدقوا لك ب 60 نشيل نسبتنا 5%، 70 5%. نحن المهم لازم نكون متواجدين. طيب الطبطبه يا عماد ابو صابر ده كان زمان. زمان كان نحن شغالين، اي نعم، وعلاقات وبتاع. نحن ما بن نحن نشوف علاقات المصرية السودانية علاقات متينة، مفترض مؤطر لعلاقات متينة تجمع ما بين الشعبين، ما علاقات استعلائية ونظرة استفزازية. وانت الواحد كل ما تلمسه ونتكلم معاهم في الكورة يقول لك ده الشعب السوداني موجود في مصر وعايشين معنا. طيب ما برضو المصريين موجودين في السودان وعايشين معنا، معززين مكرمين وبيجمعنا النيل. ما قاعدين نقول المصريين عايشين معنا وعندهم كده وكده. يا اخواننا الكورة ما تخلطوها بالحاجات التانية. نحن الآن نتكلم عن المدلل وتصرفات جماهير وإعلامه وأبواغه، ما قاعد نتكلم في علاقاتنا. العلاقات ما يجمع الشعبين دي. حتى في تزاوج ما بين السودان ومصر، كم من زيجات موجودة وكم من كده، ما عندنا معهم موضوع. نحن موضوعنا الآن، موضوعنا الأساسي الآن إنه الهلال ياخد حقه. والحرب النفسية اللي كان بيستخدموها زمان وبتنجح، نحن الآن في طننا تماما. إعلام صاحي، جمهور هلالي صاحي، ما عندنا أي لعب معاهم. والله شوف الند بالند، الند بالند. أنا شخصيا لما طلعت في اللايفات دي طلعت لغرض معين. لا أنا بتاع اللايفات، لا بتاع نزول بتاع عمود وبكتب عمودي بجريدتي والسلام عليكم، انتهى الموضوع. لا عايزين نسهر، لا منتظرين إنه نعمل لنا قناة بتاعت فيديو عشان الناس تشاهدنا أو مشاهدات أكتر أو نكسب أكتر. لا 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 لا، هلال بس بيهمنا الهلال ده ياخد حقه. وانا اقول لكم من الان اللايفات دي يوميا حتكون لحد تاريخ، اذا ربنا مد في عمرنا، لحد التاريخ بتاع المباراة نهايتها حاعمل بس واحد، اللي هو بس احتفالي. اسأل الله انه يبرد قلب ويسعد كل قلب الهلال الموجودين هنا، وكلكم دعواتكم للهلال، لانه الهلال ما يتيم. الهلال وراه جمهور بيمثل 99% زي ما قال الكوز ذاك حسين خوي، اللي 99%. ما داري نقول لهم نحن 99% تقوموا تقولوا جماعة الطيبين ديل، لكن الهلال 99% من الجماهير السودانية، وال1% ديل لهلالات زعلانين اديناه للمريخ حبيبنا، وديل طبعا حبايبنا. وحاجاتنا اللي بتحصل الغشات ما بين الهلال والمريخ دي داخلية، ما تحاولوا تأثروا وتدخلوا ما يحصل بيناتنا. ونحن نرحب بالمريخات ونتمنى لهم الانتصارات ومزيد من التقدم خارجيا. ما عندنا معهم شغلتنا أكبر من المريخ. شغلتنا هناك الآن الهلال اللي أصبح فيها حديث كل الدول. يا أخواننا تونس بتحلل، المغرب بتحلل، وكلهم أخيرا انكشف لهم الزيف والخداع بتاع المدلل. الآن طبعا المدلل بخوضة كأنها حرب. ما عندنا يا أخواننا مباراة بتاعت كرة القدم. انتوا بس عايزين تتأكدوا تمام انه هلالكم ده عظيم وهلالكم ده كبير. امشوا شوفوا الميديا بتاعت المدلل دي شغالة كيف. ما يمر عندهم برنامج رياضي وقنواتهم الكثير اللي اكتر من الناس ذاتهم الموجودين ديل، واي واحد فيهم ماسك له مايك وبيتكلم. نحن ما قاعد نطلع ساعة بس، بنطلع 6 7 يوم وتاني ما عندنا، ما بحب الكلام الكثير. كلامنا ان شاء الله في الملعب. وانا لما اتكلم معاكم الان لانه متاكد تماما انه اولاد الهلال دي راكزين. يعني الحاجه اللي مسناها معاهم باتصالنا بكلامنا بحديثنا معاهم، وكل من تمكنا من التواصل معاه، الاولاد ديل قلب واحد يا جماعه. لا بيطمئنوا ولا حربنا، بعيدين كل البعد عن الحاجات، بعيدين كل البعد عما يدور في هذه الميديا الفاسقه الفاسده الفاجره. ميديا بتصدر من أهل المدلل، كبير وصغير. ما لقينا من واحد فيهم يقول كلمة حق، كلمة حق واحدة.
100 تذكرة وكلهم يطبطبوا. ده الأهلي عمل كتير اداهم 100 تذكرة. 100 تذكرة 100 تذكرة. انت لما تيجي السودان بنديك 100 يا اخي. انت نحن مغرر لنا 60 واحد يدخلوا اديناك نصهم. شوفوا الكرم السوداني ده كيف. ما دليل انه ما بنخاف منك ولا شغالين بك. انت تيجي السودان بتاخذ المعلومة وبتمشي. بلاش كلام فاضي. وصبرنا كتير وطبطبنا كتير وعشنا انه العلاقات الجميلة اللي تجمع. شوفوا الكورة ما بندخلها فيما يحدث. نحن كورتنا برا وعلاقاتنا ديك برا. نحن نؤطر لعلاقة تقوم على حب ونظرة الند بالند، لا للاستعلاء لا لاستفزاز هذا الأسد الهلالي اللي حيثور دائما لما يزأر الأسد الأزرق ده. صعب صعب. وإن شاء الله يا رب نسأل الله إنه الهلال ده يتوفق في القاهرة. طيب الصعرة دي معنا في نهاية البث دائما بعد مضي نص ساعة من الزمن دائما بستعرض الرسائل بتاعت جماهير الهلال الواعية. أنا أطالبكم بمشاركة مثل هذا البث ومشاركة كل حاجة إيجابية في جروبات الهلال. ما تشاركوا بسهم. الواحد بيتكلم عن الهلال بلا شوبير بلا بيومي بلا غيره، احترامنا اليوم هناك، لكن ما تتناولون في الميديا بتاعتنا ولا تعلقوا عليهم ولا تشتغلوا بهم، لأنهم لا 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 مجرد كلام. اخذوا الحاجات الإيجابية من هنا. يا عبد الحليم حسن، شكرا لك العم عبد الحليم حسن. يعني مجلس الهلال مش يصعد. شوف شغل المجلس ده هناك. نحن نتكلم الآن بصفتنا إعلامية، بصفتنا يعتبرونا واحد من جماهير الهلال، وطلعنا نتكلم بصفتنا المجلس. أنا متأكد إنه شايف شغله المرة دي صاحي صاحي وصاحين وحنظل صاحين. واحد اسمه بذاتي اكتفيت بيقول أنا من أسوان وبعشق شعب الجار السودان، بس عندي الأهلي سمع حس الأهلي زعيم أفريقيا. يا عمي زعيم تشجعه زي ما أنت، لكن شجع باحترام والعب معانا كورة. يا بذاتي اكتفيت. انتوا الواحد بيديس نفسه اسمه ليه؟ يا أخي اسمك منو؟ يا اللي بذاتي اكتفيت وبتاع. ما تكتب يا أخي عاشق المدلل أو رضيع المدلل أو من جمهور المدلل. حسن شريف شكرا لك يا أخي. نحن والله عارفين منك أنت. متوكل عبد العزيز العزيز ده طبعا من رخابي، لكن دائما بيشرفنا في صفحتنا. بيقولوا الإنصاف الوحيد اللي بيحصل إنه الأهلي يتغلب بس، لكن إنصاف من الكهف الفاسد ما بيحصل. يا إخوانا شوفوا ده رأي واحد من جماهير المريخ، وده دليل على شنو؟ إنه نحن هنا الجدار ده جدار محترم لا للإساءة. شكرا متوكل ونياتنا للمريخ بالتوفيق دائما. حبيب شعبان انت التمام، وبريمة ود الطيب قال كلام صح، وزين حسن زيكو برضو، وعبد الرحمن عمر قال ان شاء الله الحمد لله انه عندنا ثعلب، وهو بيقصد فلوران، وفلوران ان شاء الله ثعلب وقنفذ واي حاجه. الارباب ابو عازه يا اخي التوفيق من عند الله، وعاش الهلال يا ماهر. حقيقه لو اي واحد عنده استفسار انا بطمنكم على جميع المصابين في الهلال. ما عندنا اصابات الحمد لله، وماشيين لقدام، واولادنا ذاتهم صايمين. بالمناسبه حتى الجماعه اللي ما بيدينوا بالدين الاسلامي، في واحدين قالوا نجرب نصوم، وجربوا صاموا عشان يشاركوا الاحساس ده مع الهلال باللعيبه. فامورنا تمام. طبعا الرشيد المهديه له مننا الشكر والتقدير. الايام دي شغال الرسائل حلوه شديد جدا، ورسائل بتصب يعني امثال الرشيد ده كان يكونوا في مجالس الهلال او حتى مجالس الاتحاد العام وكده، عشان ينوروا الناس. يتكلم عن التذاكر ويتكلم عن النسبه ويتكلم. طيب ده طبعا بعد ما خرج المريخ. فشكرا يا رشيد. مرحبا بكم يا جماعه كلكم، ولو واحد عنده اي استفسار نحن على استعداد للاجابه على كل استفسار من اي شخص. ودائما بقول لكم انه اطمئنوا تماما. اخر وصايانا ناخذ حقنا كامل مكمل. ما عندنا لعب، تذاكرنا تصلنا كلها، مجلسنا يشتكي، اولادنا بنوصيهم اي حركه داخل الملعب، اي اساءه من الجمهور عنصريه او كانت، توقف الكوره وتقيفوا لهم في نص الميدان، زي ما بقيفوا لنا لما نيجي يلعبوا معانا في السودان. بيجي الواحد فيهم بيقيف في الكوره ويعمل فيها مصاب ربع ساعه. انتوا عارفين الهلال ده بيلعب مع المدلل ده كم يعني لو جينا حسبنا المباريات، لو بتجمعنا معاهم حوالي في المباراه الواحدة الهلال بيلعب معاه ربع ساعة وبيغلبون. الباقي كله رقيت في الواطة. نحن ما بنرقد هناك، انتوا اللي بترقدوا، بتيجوا الملعب بتاعنا وبترقدوا. واحد قال الهلال كلها حيعملها عنف وحيقعوا في الميدان زي ما عملوا في الخرطوم. نحن وقعنا في الخرطوم، انت اللي رقدتها. نحن نجي في القاهرة
ونلعب كورتنا عادي، وفلوران ذاته اسمع ما في دفاع ولا حاجه، يلعب معهم هجوم عديل. هاجموا لانه هم اللي محتاجين. الهلال ما هو مستعجل، يلعب كورتك عادي، طقطق كورتك 1+1=2، وانا واثق انكم بتغلبون بالراحه. ما تلتفتوا لكلام والجعجعه اللي بتحصل من الابواق وبعض اعلام اهل المدلل. انا بس نفسي كلمه واحده بتاعت حق واحد فيهم يطلع ويقولها وكده. يا اخي حتى على مستوى المجلس بتصدرونه، يعني اقرب حاجه الشكوى اللي حصلت دي، دي ما كافي انه توريكم انه الناس افتراء كده، بس عايزين بيخافوا من حاجه اسمها هلال. هلالكم ده كبير. طيب، وواحد اسامه مقلد بيقول انه ما تكلمنا عن الحكم، ودي نقطه مهمه. لا راش تاني منتظر الهلال، لازم يكون في ضغط على الحكم. شوف، المفترض انه يكون في حكم اثيوبي اللي هو تسفايو، ده حكم من النخبه. الجماعه ديل طبعا ما قلنا لكم رضيع الكاف، المدلل رضيع الكاف، ما لازم يلقى حليب ويوفروا له كل الوسائل عشان يقدر ينتصر بها ويمشي لقدام. غيروا الحكم، جابوا واحد موريتاني مغمور، وحسب ما سمعنا من انباء، وارجو انها تكون الانباء غير صحيحه، انه مقيم في مصر وانه متزوج من مصر، ودي نقطه لو تم التاكد منها على الهلال انه يرفع شكوى عاجله على طول. نحن بننبه المجلس، والمجلس يتصرف كما يود. نتكلم بصفتنا توعويه، توعيه الجمهور الهلالي. اوعى تنساقوا للنازل ده، كل ما يدور ده حرب نفسيه وكلام ساي. وطمنكم، هذا ما يدور في الميديا المصريه بعيد بعد تام عن لاعبي الهلال. انتوا ارموا قدام يا احمد ود العز، والهلال هو قدامه ان شاء الله. كلامنا ده يصل والهلال يرجع ويعود وهو منتصر ان شاء الله، لانه نحن بنحب دائما نشوف هلالنا ده فوق. وفي رمضان ده الهلال بان وصمنا به والحمد لله، وان شاء الله يبان يوم واحد. طيب، شكرا يا طيب علي عبد القادر. الهلال بينتصر ابو خالد، نحن دايرين حقوق الهلال كامل، لازم الاداره ماشيه كويس، يعني انا بطمنك. والاعلام المره دي ما زي الاعلام السابق، زمان كنا عايشين على الطبطبه يا كمال سلامه وابو خالد وسليمان الدرديري وكلكم محمد القاسم والناس اللي ذكرنا يسيمون واللي ما ذكرنا يسيمون. يا اخي تحياتي لكم يا مروان، وتحيه لكل شعب وجمهور الهلال الراغي. هلالكم جميل، ادعموا اللاعبين، اقيفوا مع اطهر، اقيفوا مع ابو 20، اقيفوا مع اللاعبين، وقدموا ان شاء الله السبت حتلقوا لحد. الهلال جميل بهذا الصفاء وهذا الاحترام، وما تنساغوا لما يدور من ابواق واعلام اهل المدلل، وخلوا امورهم دي هناك. ما تشاركوا بس ايا كان بس حقهم ما تشاركوا، شاركوا زي البث الايجابي ده وغيره من انواع البث اللي بيبثوه بقيه الزملاء، وشاركوهم، شاركوا البث، وسعوا من مدارك الاعلام ده بينتشر بيكم انتم. يعني انا افاجئ في الواتساب ب 10 او 11 واحد جايب لي كلام واحد مصري في الاسفير بيتكلم عن الهلال، او واحد بيلعب على الناس بيشجع في الهلال. انتبهوا، شاركوا مثل هذا البث في الواتساب، شاركوا في اي مكان، لانه بيصل للاعبين وبيصل لمجلس الاداره، مش عشان انا عامل البث، لا، اي بث ايجابي، اي موضوع ايجابي، اي عمود ايجابي شاركوه لرفع الهمه والهلال ده لازم ينتصر بايش. اذا كان هم ماخذين هذه كبرياء الهلال، كبرياء الاهلي، كبرياء المدلل ده، اذا كان عنده كبرياء، الهلال عنده كبرياء اكبر من كبرياء اهل المدلل. ارموا قدام، هلالكم ان شاء الله منتصر دوما، ودائما خليكم معانا في بث مباشر، شاركوا البث، وسعوا النطاق، والهلال منتصر. والنقطتين ديل بتاعت التذاكر وبتاعت التدريب الرئيسي على مجلس الهلال فتح النار وارفاق الخطابات والبيانات للكاف. واعدكم بكره تعالوا شوفوا صدى تقديم الهلال للمطالبه بتذاكر، اوكي، والمطالبه بالتدريب الرئيسي في الملعب. تعالوا شوفوا الجقلبه والعياط والزعيق والنهيق بتاع اعلام المدلل، هم مجرد ابواق وطبل لا اكثر ولا اقل. هلالكم كبير وانتو كبار، والكبير دائما محترم وبيترفع لا للإساءة، ما بنسيئون، لكن نتكلم في حقنا ومستحقنا، وإن شاء الله حاضرين وفي ملعب القاهرة والهلال منتصر. آخر كلمة بقولها دائما وبختم بها، بقول: ظهر وجهك يا هلال، في السما لون البدر، يا زعيم كل الفرق، سيدة انت وليها حق. قال مدلل، قال: إلى لقاء.